كيفاش بدا القصة مع ريك جرايمز وصاحبو شين بجوجهم خدامين في البوليس. ريك مزوج من لوري وعنده دري صغير سميتو كارل. كيجيهم بلاغ كيقول بلي كاينه عصابة هاربة كيديما رابط الطوموبيل وكيمشيو. مشاو للطريق اللي ممكن دوز منها العصابة، حطوا الحديد اللي فيه الشوك في الطريق. من بعد ما داز شويه ديال الوقت فعلا العصابة كتجي وبالغلط كيدوزو على الشوك اللي حطوا ليهم والطوموبيل كتقلب. وفي ديك الوقت اللي كانوا في الطوموبيل ناضوا وطرا اشتباك بينهم وبين البوليس. قرطاس من هنا ومن لهيه. ريك بان ليه كلشي مات. بدا كيقرب للطوموبيل ديال العصابة شويه، هو ينوض واحد وتيرا فيه من اللور. الضربه اللي جات فريك كانت صعيبه. ريك مشى للسبيطار ولقى حداه واحد الورد وباينه فيه دبل. البلان اللي كيخلينا نعرفوا بلي داز بزاف ديال الوقت على الغيبوبه ديالو. ومنين ريك جرب ينوض طاح الارض حيت وقت طويل ما وقف على رجليه. ومنين خرج من الشومبر تصدم بالسبيطار اللي خاوي، ما كاين حتى واحد، والالات ديال الاطباء مهرسين وطايحين الارض. ريك شاه راسو بحال كيحلم، هرب ولقى واحد الباب وخرج وضربته الشمس. وهادشي اللي غيشوف برا السبيطار غيكون صعب من الداخل. منين خرج لقى واحد الساحه عامره بالجثث. ومنين زاد شويه قرب لقى الطوموبيلات ديال العسكر والهليكوبتر كلشي مهجور. الحاجه الوحيده اللي فكر فيها ريك هي مراته وولده الصغير. لقى واحد البيكالا صغيره وكتبان لي حدا البيكالا واحد المراه مقطوعه على نص ودايره بحال شي زومبي. ريك دغيا هز البيكالا وهرب منها. وريك منين دخل للدار ديالو ما لقى حتى واحد في الدار. كيقلب في البيوت والو. ريك حس بلي العائله الصغيره ديالو ماتت. وفي ديك الوقت بدا كيبكي وكيضرب راسو باش الا كان هذا حلم يفيق منه.